من جديد أهلا وسهلا بكم، ونعود إلى التطورات الميدانية في السودان، وينضم إلينا مجددا الكاتب الصحفي محمد حميدة. أهلا وسهلا بك معنا محمد. كنا في اتصال معك قبل قليل، نرجو أن تكون الأمور أفضل من اللقاء الأول أو الخروج الأول. كيف يبدو الوضع ميدانيا لديك في الخرطوم محمد؟ ميدانيا الآن في هذا المساء يبدو الوضع أكثر هدوءا من قبل ساعات. كانت هنالك اشتباكات في عدد من الأماكن في الخرطوم، في مختلف المناطق المختلفة في الخرطوم بحري، في منطقة كافوري، وأيضا في منطقة الفتيحاب، وفي منطقة محيط الإذاعة، محيط الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأم درمان. هذه الاشتباكات استمرت لساعات، ولكن توقفت الآن. الوضع الآن أكثر هدوءا، ولكن هدوء بحذر. تشهد العاصمة دائما اشتباكات في الفجر وفي الظهر وفي العصر. هذه الاشتباكات تأتي في اليوم الثاني للهدنة الخامسة التي أعلنها الطرفين، قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ولكن هنالك اختراقات تتم من قبل أحد الطرفين، ومن بعد ذلك تصدر عدد من البيانات بأن الطرف الآخر هو الذي انتهك الهدنة. محمد، كان هناك أخبار على أن قوات الدعم السريع قد دخلت إلى أحد المشافي في الخرطوم وطردت الطاقم الطبي. هل لديك أي معلومات حول هذا الأمر؟ نعم، حاولت التواصل مع أحد الأطباء في المركز، وذكر بأن هذه القوات هي قد دخلت بحسب بيان أيضا للجيش السوداني، دخلت إلى مستشفى بوسط الخرطوم، ومن ثم أدخلت أسلحة إلى هذا المشفى، ومن ثم تم طرد الطاقم الطبي الموجود في المستشفى. هذا البيان صدر من قوات الجيش السوداني. لم يصدر في المقابل بيان من قوات الدعم السريع كما يحدث في المرات السابقة. عندما يصدر بيان يقوم الطرف الآخر بنفي البيان أو بتأكيد هذا البيان، وهذا الأمر قد تسبب في صعوبة في العثور على المعلومات الصحيحة. فهنالك نعم. فوضى كبيرة جدا في السوشيال ميديا عن الأخبار. نسمع بأن عصر اليوم كانت هنالك اشتباكات كبيرة جدا في منطقة الفتيحاب شمال نعم. أم درمان، وبحسب شهود عيان أكدوا بأن قوات الجيش قد قامت بدحر هذه طيب. القوات. لكن قبل لحظات من ظهوري عبر هذا البث المباشر تواصلت مع شخص من المنطقة، فذكر لي أن قوات الدعم السريع ما زالت موجودة في منطقة صينية المنصورة. هي تقع في منطقة المربعات، تقريبا مربع 4، وقوات الجيش نعم. الآن نعم. هي في سلاح المهندسين، في منطقة طيب. المهندسين بالقرب من منطقة الفتيحاب. محمد، قبل قليل كانت الخرطوم تعاني من انقطاع الكهرباء، هل ما زال الأمر ساريا حتى هذه اللحظة أم أن الأمور عادت إلى طبيعتها؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع الإمداد المائي ليس في كل العاصمة، لكن هنالك مناطق منذ 15 من أبريل، منذ اندلاع هذه الاشتباكات، لم تأتيها ولا نقطة ماء وأيضا كهرباء. لكن في أم درمان الأوضاع أشبه بالمستقرة، الإمداد الكهربائي والإمداد المائي في حالة من الاستقرار، لم نشهد أي انقطاع. لكن في منطقة بحري، وهي المنطقة المتاخمة للاشتباكات، وأيضا في محطة بحري، وهي المنطقة التي تقع في المحطة التي تقع في منطقة حلة حمد في بحري، وهي المنطقة التي تقابل القصر الرئاسي مباشرة، تشهد اشتباكات عنيفة. ومن حيث هنالك عدد من السكان وعدد من قاطني هذه المنطقة غادروها بسبب انقطاع المياه وبسبب الخوف والهلع من الاشتباكات العنيفة التي كانت تدور في هذه المنطقة. شكرا لك محمد حميدة الكاتب الصحفي، كنت معي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.